السلام عليكم. مكملين مع بعض بقى في سلسلة التعلم بتاعت N8N. خلينا النهاردة نشرح كم مبدأ كده موجود جوه N8N. أول مبدأ هو الورك فلو. قبل أصلا ما نشرح يعني إيه أصلا ورك فلو، هو إيه أصلا N8N وإيه الفايدة أصلا من استخدامه. N8N تعتبر اوتوميشنز، يعني تعتبر حاجة بتنفذ الاوتوميشن. وعشان خاطر تعرف يعني ايه اوتوميشنز، هي الاوتوميشن هي مجموعة خطوات انت حضرتك كنت بتعملها بتبدأ تنفذها ورا بعض. يعني مثلا تخيل معايا مثلا انك انت كل يوم مثلا بتفتح شيت اكسل، وشيت الاكسل ده بتعبي فيه داتا معينة، وبعد كده بتطلع تقرير معين وتاخد التقرير ده وتبعته على الايميل، وبعد كده ترجع تاني تاخد نفس التقرير ده تبعته مثلا على الواتساب. فهي دي مجموعة خطوات انت بتعملها بشكل دوري، بشكل يومي. فهو الاوتوميشنز يساعدك الكلام ده كله. يبقى انت عندك ضغطة زرار او حاجة بسيطة تضغط عليها تبدأ الكلام ده كله يتعمل. فال ان في حد ذاته مش حاجة تتعلمها لوحدها، لا هي حاجة بتساعدك انك انت تنفذ الاوتوميشن. طب الاوتوميشن ليه خد في الفترة الأخيرة خد ترند بسبب دخول الاي اي قبل كده الاوتوميشن دايما قبل كده كان لينير، يعني حاجة بشكل خطي، يعني 5 ستيب تعملهم انت في خطوة واحدة. لكن مع الاي اي بقى الموضوع، لا الموضوع بقى ملعبت شوية، انك انت تقدر تخلي اي يبدأ ياخد قرارات. وكل الكلام انت بتبدأ تتعلمه عن طريق ان 10. فخلينا مع بعض نبدأ نشوف اول مصطلح عندنا في ان هو الورك فلو. الورك فلو هو المكان اللي انا ببدأ احط فيه مجموعة الخطوات دي، مجموعة النقط دي كلها هي بتتحط جوه ورك فلو. وزي ما انت شايف، انت بعد ما بتنزل عندك ان هنا، خلينا نرجع تاني خطوة. بعد ما نزلت ان عشان اكريت ورك فلو جديدة، هو من هنا بتختار كرييت ورك فلو. ضغطت على كرييت ورك فلو، قال لي سميها الورك فلو ديت. اقول له مثلا ايه، والله تيست مثلا، يعني تيست. بعد ما قلت تيست قال لك هنا الفيرست ستيب. الفيرست ستيب ديت انا دايما بقول عليها هي التريجر، النقطة اللي بيبدأ منها الاوتوميشن ذات نفسه. ان بتوفر لك مجموعة تريجر. ممكن مثلا تريجر يبدأ بانك انت تبعت رسالة على التليجرام، تبعت رسالة على الواتساب، تفتح رابط، تضغط على رابط، تضغط على زرار، تكريت اكشن معين. مهم النقطة اللي بيبدأ منها الاوتوميشن. خلينا نبدأ نبص نضغط عليها ونشوف الايه الحاجات اللي موجودة عندنا. اول حاجة قال لك في حاجة اسمها تريجر مانيوال. التريجر مانيوال ديت هي ببساطة جدا ان حضرتك يعني هتبدأ تضغط كليك تبدأ يتنفذ الاوتوميشن ذات نفسه. تعالى نقول تريجر مانيوال. طيب، يبقى انا كده عملت اول نود عندي. وخلينا برضو متفقين ديت نود، الشكل ده اسمه نود. وفي البداية عشان هو ده اول واحد بنسميه تريجر. طب انا لما اضغط هنا انا عايز ايه اللي يحصل؟ والله مثلا انا لما اضغط هنا محتاج مثلا ان انا يقوم جاي مثلا هنا هو يبعت مثلا رسالة مثلا على التليجرام، او يبعت لي ايميل. فاجي اكتب له مثلا كلمة ايميل، يعني ايا كان اللي احنا هنعمله اهو. سند مثلا ايميل. سيبكم من ديت اهي. يبقى انا بس عايز اركز معانا هنا دلوقتي احنا شفنا الورك فلو اللي هي المنطقة ديت، وشفنا اول نود عملناها، والنود الاولانيه سميناها ان هي تريجر لما دوسنا عليها. وبعد كده هنا في خط بسيط كده وبتبدا تحط له النود الثانيه. النود الثانيه ديت اللي هي بقى تعتبر الاكشن الثاني. احنا مثلا عايزين لما نضغط هنا نبعت ايميل. طب النود الثانيه ديت مش ليها كونفيجريشن؟ النود الثانيه ديت ليها كونفيجريشن واعدادات. مجموعه الاعدادات ديت بقى هي البروبرتي اللي انا بضغط عليها. عشان ابدا احط اعدادات للنود ذات نفسها بضغط عليها بالشكل ده، يبدا تظهر لي الاعدادات بتاعت الكلام ده. هتلاقي ان اول اعداد موجود عندي فوق بيقول لك اعمل اعمل الكريدنشال بتاعتك. اقول له والله انت هتعمل لي كريدنشال جديده. ويبدا يقول لك والله انا عايز اليوزر نيم والباسورد بتاع حاجه اسمها SMTP اكونت عشان ابدا ابعت الايميل. طب ده ياخدك ليه؟ ياخدك انك انت موضوع SMTP انت اصلا ما تعرفش عنه حاجه. انا مثلا افترض ان انا ما اعرفش يعني SMTP ديت، يعني انا ايه اللي مفترض اعمله هنا؟ سهله جدا. تاخد ديت كوبي كده
وتقوم رايح تاخد اس ام تي بي وتبدا تقرا بقى. هيقول لك والله ده ميلي تشامب، طب انا مش عايز اعمل سيرش. يا عم تعالى افتح شات جي بي تي، اكتب اس ام تي بي وقول له ايه، اشرح. هيبدا يشرح لك الاس ام تي بي. طب ايه ده في اس ام تي بي للايميل بتاع جوجل، ده وقال لك زي ده. طب طب ده بيفعله ازاي؟ قال لك اكتب الداتا ديت في الاس ام تي بي هتلاقيه اشتغل. لو عندك حساب جيميل هتبدا تعمل الكلام ده وهيبدا يبعت الايميلات عن طريق الاس ام تي بي. طب لو عندك سيرفر برضو ممكن تليك الاعدادات بتاعتك. طب تيجي نجرب جوجل، تعالوا نجرب جوجل اهو. قال لك ده السيرفر، وبعد كده قال لك البورت، وهتحط هنا اليوزر نيم وتقوم حاطط الباسورد بتاعك. واعمل سيف. قال لك كريدنشال اتعمل لها سكسس، وكده الخانه بتاعت الكريدنشال. قال لك اكتب بقى الايميل اللي انت هتبعت منه واللي انت ايه هتروح له. اكتب هنا السبجكت واكتب هنا الايه الواتس. كده يبقى انا عملت الاعدادات. طب عايز اجربها، هدوس له على تيست. هنا طلع في مشكله عندك في الباسورد دي، احنا هي هنبدا ايه نظبطها. بس زي ما احنا شايفين هي الفكره كده. طب هعمل تيست الورك فلو اهوت. بص تيست الورك فلو هو اوتوماتيك رن دي ورن دي. فخلينا دلوقتي بس نراجع تاني الحاجه اللي احنا قلنا ان في عندنا حاجه اسمها ورك فلو. اول نود ديت عندي هي تعتبر التريجر. بعد كده النود اللي بعد كده ان انا ببدا ايه اعملها، يعني ايه اوتوميشن، هي مجموعه خطوات احنا بنعملها. طب النولج بتاعتك في الاوتوميشن بتبدا تزيد ازاي؟ على حسب كميه الستبس اللي انت هتفهمها، على حسب كميه النود اللي انت يبقى عندك معلومات عنها، وكل نود بتعرف تحط الكونفيجريشن بتاعتها بشكل مظبوط. هتبدا يزيد الامكانيات بتاعت ان عندك، وتبدا تستخدمه بشكل يعني مفيد جدا في شغلك. شكرا.